ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن مقارنه بين نوعين من الطمي المغربي، او الطمي اللي هو بنستخدمه لماسكات البشره عموما. النوعين دول طبعا في فرق شاسع في السعر بينهم، وطبعا في نوع منهم مستورد هو نوع هندي، والنوع التاني هو نوع مصري. والنوع المصري ده منتشر، احنا كلنا تقريبا بنجيبه، هو بوبانا. طبعا في منه انواع كتير. النوع اللي معايا النهارده هو بوبانا للبشره الدهنيه. مش عارفه واضح لكم ولا لا، بس انا هسيب لكم الصوره بتاعته برضو في الكومنتات. عايزه اقول لكم ان النوع حلو جدا للبشره الدهنيه. انا جربته، ما كنتش متخيله صراحه ان هي ياخد منه افكت كويس، لان انا يعني ما كنتش متخيله ان سعره قليل كده وفي نفس الوقت هيديني افكت حلو. لا فعلا بيجفف الحبوب يا بنات، حلوه قوي. بتخلي بشرتك كده ما فيهاش زيوت بعد ما بتستخدميه. تحسي بشرتك صحراء، حرفيا صحراء، اللي هو انتي ما فيهاش نقطة دهون. بجد حلو قوي، بس بيحتاج بعديه ترطيب طبعا. فبرضو يكون مرطب للبشرة الدهنية، لان احنا لو مستخدمناش مرطب للبشرة الدهنية احنا كده بنخلي المسام انها تتقفل وتبتدي انها تطلع حبوب. فممكن اصلا يكون اختيار المرطب اللي احنا بنستخدمه هو ده السبب اصلا في المشكله، مش الحاجات اللي احنا بنستخدمها، سواء بقى غسول سواء بقى ماسكات او كده، هي اللي طلعت لنا حبوب. ممكن جدا يكون المرطب ده هو اصلا اللي طلع لنا الحبوب، لانه تقيل على نوع بشرتنا. طيب انا النهارده بقى جاي اكلمكم عن ايه اللي احنا هنقارنه بيه. هو ده، واكيد طبعا كلكم عارفينه، ماسك ازاتك الهندي. طبعا ناس كتيرة جدا استخدمته وناس كتير اتكلمت عنه، بس انا بجد كنت شايفة ان هو سعره بقى مبالغ فيه قوي. بصوا انا تقريبا مخلصاه، بصوا، مش عارفة واضح ولا لا اهو. هو كميته كبيرة، تقريبا في حدود النص كيلو، فبيقعد فترة طويلة قوي. ماشي، انا ما بقولش ان هو مش افكتيف ومش فعال، بس هو سعره بقى مبالغ فيه. فاكيد انا مش هروح ادفع مثلا 300 400 جنيه دلوقتي في منتج. انا ممكن اشتري المنتج تقريبا انا كنت شاريه مش عارفه ب 70 او ب 80 جنيه حاجه كده، يديني تقريبا نفس الافكت او افكت مشابه ليه. فانا مش هروح ادفع مبلغ زي ده في حاجه تكون غاليه قوي كده، خصوصا كمان دلوقتي الضغوطات اللي علينا بقت كتير، وبقت متطلبات الحياه مش هتسمح ان احنا نعمل ده. فعشان نهتم ببشرتنا وعشان ان احنا ما نهملش وشنا ونعمل ماسكات وحاجه هنقدر نشتريها بعد ما تخلص تاني، يبقى نجيب بوبانا. بوبانا ده يعني هيكون حاجة لطيفة جدا وسعره كويس، وفي نفس الوقت كمان هيديني افكت حلو. بس في منه لانواع البشرة التانية. يعني انا كنت شايفة منه لانواع البشرة العادية تقريبا، وفي للبشرة الجافة بزبدة الشيا. فهو في منه انواع كتير، انتي طبعا تشوفي النوع المناسب لبشرتك وتجيبيه. انا النوع اللي جربته جاي بقول لكم عنه ان انا بجد استفدت منه وحسيت منه بنتيجة حلوة قوي. كان النوع اللي هو البحر، طمي البحر الميت. بصوا اهو، طمي البحر الميت. تمام، النوع ده اللي انا جربته، والنوع ده فعلا اللي اداني نتيجه كويسه، وبجد كانت قريبه جدا من ازيتك. فما حسيتش باختلاف كتير، بس اختلاف السعر طبعا شاسع. فاللي هيخليني ان انا اشتري حاجه واقدر اكمل عليها هو بوبانا. فانا بجد استفدت منه جدا، وعايزاكم كمان انتوا تشتروه وتقولوا لي رايكم فيه. ولو جربتوه ما تنسوش تقولوا لي بقى رايكم فيه كان ايه، وهل فعلا نفع مع بشرتكم ولا لا. ولو جربتوا منه انواع تانية برضو قولوا لنا في الكومنتات عشان ناس كتير تستفاد منه. النهارده كان ده الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير. باي باي.